رجل بقوة الفرحة غادي يخطأ في التعبير وغادي يقول الله سبحانه وتعالى أنت عبدي وأنا ربك. هاد الهضرة هادي قالها بقوة الفرحة اللي كان كيحس بها. ولكن علاش قال هاد الهضرة هادي؟ وشنو هي هاد الفرحة هادي الكبيرة اللي خلاتو يخطأ في هاد التعبير هذا ويقول هاد الهضرة هادي كاملة؟ هادشي كامل غادي نعرفو في هاد الفيديو هذا، خليكم معايا باش نعرفو أكثر. واحد الراجل اعرابي كان مسافر في الصحراء وكان مسافر على الناقه ديالو. هذيك الناقه كان داير فيها الاغراض ديالو كامله والاكل واي حاجه غادي يحتاجها في ديك السفر ديالو. وشحال هذه العرب كانوا كيسافروا في الصحراء بالناقه لان كتعتبر هي الوسيله الوحيده والوسيله الاكثر فاعليه في الصحراء، لانها كانت كتصبر للطريق وفيها اللبن وكيهز عليها اي حاجه غادي يحتاجها في السفر ديالو. هذاك الراجل الاعرابي ضرب طريق طويله في الصحراء، وصل لواحد البلاصه وبغى يرتاح، مشى حدا واحد النخله وجلس تما وقال غادي نتكا شي شويه وخلى الناقه ديالو واقفه حداه. منين فاق غادي يحل عينيه ما غاديش يلقى ديك الناقه ديالو حداه، تصدم وما عرفش شنو يدير وناض بقى كيقلب عليها في ديك البلاصه اللي كان جالس فيها ولكن ما لقاهاش كاع. وبقوه العيا رجع لديك البلاصه اللي كان ناعس فيها ولا عاوتاني نعس، وملي فاق غادي يشوف ديك الناقه ديالو قبالته، تصدم وبقوة الفرحة خطأ في التعبير مع الله سبحانه وتعالى وقال ليه أنت عبدي وأنا ربك. هاد الهضرة هادي قالها بقوة الفرحة اللي كان كيحس بها ديك الساعة، لأن الناقة ديالو رجعات ليه، حس بأن حياته رجعات ليه. وبديك الفرحة اللي كان كيحس بها خطأ في ديك الكلام مع الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى على هاد النعمة هادي أنه رجع ليه الناقة ديالو في ديك البلاصة هاديك. هاد الإحساس هذا اللي حس به هاد الراجل هذا راه ضروري في هذه الحياه هذه غتكون حسيتي به انت واخا مره وحده في حياتك. بحال بعض المرات كتتلف لك شي حاجه وانت كتكون باغي تلقاها ولا كتكون باغي توصل لشي حاجه، وملي كتوصل لها ولا كتلقى ديك الحاجه وكتبقى تشكر الله سبحانه وتعالى انه وصل لك لديك البلاصه ولا انه عاونك باش لقيتي ديك الحاجه هذه وكتحس بالنعمه ديال الله سبحانه وتعالى. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم ونتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. كما كنقول ديما ما تنساونيش بلايك وكومونتير وبارطاجي مع لي زامي الا كان هادشي اللي كندير كيعجبك. وما تنساش دوز عندي الانستغرام وفيسبوك كندير شي حاجه مزيونه. كان معكم خوكم عبد الله عزوزي، السلام عليكم.